السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الفراخ المقرمشة. الفراخ دي حلوة جدا وكل الاطفال بيحبوها وحتى الكبار كمان بيحبوها. الحمد لله طلع النتيجة بتاعتها حلوة جدا والسوا بتاعها 100%. لان احنا هنسويها الاول قبل ما نعملها. بس بجد بجد طالعه نتيجه حلوه وسهله ونضيفه طبعا جدا عن بره، وانت عارفه بتعملي ايه لاولادك. فهنشوف مع بعض. دي قطعه من الفراخ، انا جايبه اوراق. دول 6 اوراق، يعني يعني زي فرخه ونص، يعني 6 اوراق متقطعين. في الكبة انا حاطه بصلتين كبار ومعاهم ملح وفلفل على قد كميه الفراخ. واللي في الطبق دول كانوا معلقة صغيرة من الحبهان أو الهيل المطحون، وكيس مرقة دجاج فوري. دي بتدي ريحة وطعم حلو جدا جدا للكنتاكي. حطيت معاهم كوباية من المية صغيرة، نص كوباية من المية أو فنجان من المية العادية، وبضرب فيه عشان أنا عايزة أدوب البصل خالص، مش عايزة يبقى ليه معالم، وكمان عشان أخد أكبر قدر من عصير البصل، لأن هو ده اللي هسوي فيه الفراخ. بعد ما ضربته كويس جدا هتبل بقى فيه الفراخ كلها اللي معايا، قطع الفراخ. أنا مقطعة الورك على 2 بس. طبعا لو انت جايبة فرخة كاملة أو حاجة ممكن تقطعيها على 8. هننزل بقى كل كمية البصل اللي معانا بالتوابل. انا حتى كنت مع البصلة ملح وفلفل بس، وبعد كده حطيت معاكم الحبهان ومرقة الدجاج، لان انا بصراحة عايزة استفاد بالعصارة اللي بتنزل من او المتبقية من الفراخ بعد ما بتستوي، وهعمل منها شوربة. لان احنا كتير قوي بنبقى نفسنا نعمل الفراخ وبعد كده بنبقى محتاجين شوربة، فبنحتاج صراحة. فانا ما حطيتش اي مكون ممكن يغير من طعم الشوربة. بعد كده هضيف اللي انا عايزاه مع تتبيلة البروستد نفسها يعني. حطيت بقى قطع الفراخ كلها وتبلتها مع الخلطة بتاعتي. الفرخة ونص او ال6 اوراق يحتاجوا معايا معلقة كبيرة ونص من الملح، وحطيت كمان معلقة من الفلفل الاسود مع البصلتين وفرمتهم. وبعد كده حطيت معاكم زي ما شفتوا بقى الحبهان او بيقولوا عليه الهيل، حطيت معلقة صغيرة ممسوحة، وحطيت كمان مكعب مرق دجاج مفروم او كيس مرق دجاج فوري. غطيت بقى الفراخ في التتبيلة وسبتها ساعتين في التلاجة، وبعد كده رفعتها على النار. استوت، خدت معايا 45 دقيقة واستوت خالص سوا كامل. وبعد كده انا شلت بقى قطع الفراخ بتاعتي، وزي ما انتم شايفين كده زودت العصارة اللي فاضلة من شيل الفراخ يعني. ويعني صفيت الشوربة بتاعتي واستخدمتها بقى كالشوربة العادية خالص، وكانت حلوة جدا. الفراخ بتاعتي لما طلعتها سبتها تبرد خالص واتشمعت خالص، علشان الخلطة اللي هنعملها تبقى ماسكة فيها وتدينا الجرنشة اللي هي بنشوفها دي في قطع الفراخ البروستد. ده نص كيلو من الدقيق او الطحين، نص كيلو كامل، معاه 125 جرام او 8 كيلو من النشا، بيقولوا عليها مايزينا تقريبا. وحطيت معاها باكو او كيس من البيكنج باودر، بيسموها برضو خبز الحلويات او حاجة زي كده. التوابل بتاعتي بقى معلقتين كبار من البصل البودر ومعلقتين من التوم البودر، ومعايا كمان شطة على حسب الرغبة، وحطيت فلفل اسود معلقة، وحطيت معلقة كمان من البابريكا، بتدي طعم حلو قوي وكمان لون حلو. بدوب بقى كل التوابل
وبقلبها مع الدقيق والنشا. بنقلب كويس جدا جدا علشان الملح، وحطيت كمان ملح نسيت اقول لكم عليه، كنت حاطه معلقه صغيره من الملح لان يعتبر الفراخ متبله، انا بس بتبل الدقيق والخليط بتاعي الجاف ده. بسويه بقى كده وبعمل علامه علشان عايزه اخد نص الكميه بتاعه المواد الجافه دي علشان هحولها لخليط سائل. باخد نص الكميه بالظبط. تمام كده. ممكن تضيفي كمان كيس من المرقة الفورية على الخليط ده قبل ما تقسميه، برضو بيعلي الطعم كويس جدا. هنضيف بقى على الجزء اللي خدناه 2 بيض. هنا في قشرة وقعت مني وبحاول اشيلها. حطيت ال2 بيض وبقلب، وكمان احتجت للخليط ده كوباية، من كوباية وربع لكوباية ونص، الكوباية العادية اللي هي 200 ملي، علشان يدينا خليط سائل سمك بالظبط الكيك او سمك الكريب، او كمان زي سمك سلطة الطحينة. هنشوفه دلوقتي مع بعض. اهم حاجة نقلب كويس جدا جدا في الخليط ده لحد ما ينعم خالص علشان ما يبقاش فيه تكتلات. بنقلب زي ما انت شايفة كده. كده خلاص، ده كده معايا الخليط الجاف وادي خليط السائل. بصوا السمك بتاعه عامل ازاي، زي سلطة الطحينة بالظبط. على حسب بقى نوع الدقيق اللي معاكي، ممكن تحتاجي من كوباية وربع لكوباية ونص. في زيت بقى حطه على النار بقى علشان يسخن كويس جدا، حطه في حلة علشان يبقى زيت غزير. وبنشيل بقى القطع الفراخ بنحطها في الخليط السائل، ونحاول نصفي كويس علشان الطبقة ما تبقاش سميكة قوي. وبعد كده بنحطها في الخليط الجاف زي ما انت شايفة كده. اهم حاجة ان انت تقلبيها كويس جدا، يعني احنا بنقلبها 10 قلبات، عديهم كده على ايديكي، يعني القطعة تتقلب 10 قلبات في الدقيق علشان تتغلف كويس جدا جدا وتاخد اكبر قدر من الدقيق والخلطة والتوابل. واخر خالص لما تخلصي ال10 قلبات يعني تدوقيها كده او تحركيها علشان يديكي الشكل المعروف للفراخ المقرمشة، اللي هي التعريجات دي اللي بتبقى في قطع الفراخ. هنعمل كمان قطعة سهلة جدا وما بتاخدش وقت خالص. طبعا غير اللي هي بتتعمل وهي نية، لازم طبعا تبيتيها في التتبيلة، ولازم تخلي بالك جدا جدا من مدة السوى علشان تستوي وتتأكدي ان هي اتخلصت خالص من السوائل الداخلية. لكن طريقتنا النهاردة احنا مسويينها تسوية كاملة خالص وطمنا ان هي استوت، ومجرد ان احنا بنعمل لها الغلاف الخارجي ده. وكمان استفدنا بشوربة الفراخ علشان لو هنعمل اكل جنبيها او نستفاد بالشوربة عامة يعني. تمام كده. هنخلص بقى كل القطع بنفس الطريقة. كل قطعة يعني تحطيها في الخليط السائل وتطلعيها تصفيها، وبعد كده تحطيها في الخليط الجاف وتقلبيها 10 قلبات وتحركيها جامد كده علشان تنزل الزيادة كلها، وتحطيها على شبكة زي ما انا عاملة كده. لازم تحطيها على شبكة لانك لو حطيتيها على طبق هتعرق تحتيها، والكفر اللي احنا عملناه هيلزق في الطبق ويطلع من على قطع الفراخ. طبعا الزيت سخن جدا، واهم حاجة تقلي في حلة او يعني ووك يكون غويط، علشان احنا عايزين زيت غزير عشان بس اللون، يعني عشان يبقى
القطعة متحمرة بنفس درجة اللون، لكن بالنسبة للسوا احنا مطمنين ان احنا مسويين القطع الفراخ بتاعتنا. ما تقلبهاش بقى خالص الا لما تتأكدي ان الجزء اللي تحت خد لون، علشان برضو الكفر ما يسقطش من عليها. هي ما شاء الله ما بتاخدش وقت خالص خالص، ومديانة شكل زي ما انت شايفة كده، شكلها حلو جدا ومشهي، وكمان طعمها روعة. هنستنى عليها بقى لحد ما تاخد اللون الحلو بتاع الفراخ المقرمشة. بص ما شاء الله القطعة عاملة ازاي. شوية وهوريكي كمان صوت القرمشة بتاعتها. بجد طريقة حلوة جدا، ياريت تجربيها وتقولي لي رأيك فيها في الكومنتات. وما تنسليش بقى لو عجبتك الوصفة النهاردة بلايك، لان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو وبيخلي اكبر قدر من الناس تشوفه. هنحط بقى مرة كمان واقلي بقى باقي الكمية مع نفسي كده عشان الفيديو ما يطولش عليكي. تحفة جدا ومقرمش جدا، ودي النتيجة النهائية. عملنا كنتاكي في البيت وبطريقة سهلة ومضمونة ونظافة، ويا رب تكون الوصفة عجبتك. بص من جوه طبعا يعني احنا متأكدين ان هي مستوية خالص، بس انا بوريك الكفر عامل ازاي وسمكه عامل ازاي، وكمان القرمشة حلوة جدا. اسيبكم بقى في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.